بكم في برنامج العالم، ما تنسوش اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن الهجاص رضا عبد العال. يعني ده هجاص بيهجص على الناس كلها. واحد بيعمل طبعا، واحد بيكره النادي الاهلي جدا جدا جدا. واحد الاهلي عامل له مرض نفسي وتعب نفسه وعامل له عقده نفسيه، هو مش طبيعي. واحد بيعمل تعصب وفتنه في المصري، هو منبع للتعصب وفتنه في المصري. طبعا هو شخص كاره وحاقد وغلاوي جدا تجاه النادي الاهلي. لا لا، عمل له مرض نفسي وعمل له تعب نفسي وعمل له عقده نفسيه بجد يعني. فطبعا هو بيحب يسير الجدل بكلام بتاع تعصب وبيحب الترند واللقطه. فطبعا هجاص على رضا عبد العال، طبعا هو بيقول كلام طبعا بيقول كلام بشع عن النادي، كلام غير محترم عن النادي، كلامه بينم عن التعصب فتنه في المسألة. طبعا هو بيقول كلام كله كذب وافتراءات عن النادي، بيقول حاجات اصلا مش موجوده على ارض الواقع، بيقول حاجات اصلا من وحي خياله. فواضح الاهلي عمل له مرض نفسه وعمل له تعب نفسي وعمل له عقده نفسيه بجد يعني. فطبعا هجاص رضا عبد العال طبعا هو بيت وش مثال، هو ما عندوش شخصيه اصلا، ما عندوش مبدا في حياته، في نفسه امنيه، فهو مدرس وكذاب وان هو بيكره وبيغل وبيحقد. والشر من لابد ان النادي الاهلي عمل له مشكله وعمل له عقده من السنين لان هو بيكره وبيغل تجاه النادي الاهلي. طبعا فيديو بجد والله العظيم حاجه في منتهى الكذب وحاجه في منتهى الحقد والغل وحاجه غير محترمه وحاجه في منتهى تعصب فتنه. تعال شوف معايا كده. انتوا جايبين الصفقات دي بس شو. يعني والله عايز اقول لك يا هجوس، يعني الاهلي هيفضل وجعك ومضايقك ومجننك. ودايما انا قلتها، الصفقات مجنناه يا جماعه، الصفقات مجنناه، والصفقات الجديده مجنناه ومضايقاه جدا ومربيه له خفيف. طلع بيقول لك ان الصفقات الاهلي كلها صفقات شو. يعني هو بيقول كده، بس قلت لكم يا جماعه عشان الصفقات دي جات الاهلي. عارفين لو الصفقات دي مثلا لو جات لاي نادي تاني هيقول لك صفقات تقيله. ده واحد حقده وغله تجاه النادي الاهلي بلا حدود. بيقول لك صفقات شو لان الصفقات اصلا واجعاه، الصفقات مجنناه، الصفقات مربيه له الخفيف. لكن هو ما بيتكلمش زي ما قلت لكم، هو عمره ما اتكلم في الكوره، هو بيتكلم في الحقد والغل، وان ازاي اكره النادي الاهلي، وان ازاي اعمل تعصب وفتنه في الرياضه المصريه اللي هو بيعمله الهجاص. دايما بيعمل كل يوم تعصب وفتنه في الرياضه المصريه. فطبعا هو بيطلع يقول لك شو لان هو الصفقات واجعه. لكن قلت لكم الصفقات لو في اي نادي تاني هيطلع يقول لك الصفقات تقيله وكويسه والكلام ده. لكن بس عشان في الاهلي، عشان الاهلي دايما يا هجاص اللي وجعك ومضايقك ومربي لك الخفيف ومجننك. فطبعا هجاص رضا عبد العال طبعا هو بيحب زي ما قلت لكم، هو بيحب يسير الجدل بكلام بتاع فتنه وبيحب الترند واللقطه. فطبعا هجاص رضا عبد العال طبعا هو كاره للنادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. رضا عبد العال اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استني في حلقه بكره من برنامج العالمي. السلام عليكم. كل يوم رايح للعب